القطاع العام او مسرح الدوله او البيت الفني المسرح. وهو في يعني الاستاذ احمد بدير بدا مع علي سالم في فرقه وعمل بكالوريوس حكم الشعوب وعمل لبهجه قمر وسهره مع الضحك الاستاذ علي سالم وليبين الرملي اكسب يا خيشه ومحمود الطوخي وسعد الله ونوس في المسرح القومي. فيعني احنا لازم ناخد بس تعهد على الاستاذ احمد لان هو احنا محتاجينه وعايزين نشوفه على المسرح. انا يتعرض عليا مسرحيه وعاملها بدون مقابل بس بالصوت ده اهم حاجه. اي فنان صاعد بيحب المسرح، الاخلاص، المجهود، القراءه، التجارب، المشاهدات، كل العوامل دي في النهايه هتطلع فنان كويس. انما الاصرار بقى اللي مفيش يأس، يعني مش مثلا مترشح بدون فضاء منه يقعد في بيته، لا بيدور تاني وتالت ويبحث ويقرا ويشوف عروض مسرحيه. فالاستمرار ده والاراده اللي احنا بنسميها التوفيق بعد كده، لان ربنا بيوفق اللي بيسعى، اسعى ولا سعى فربنا معاك. المسارح الدوله اللي كانوا 7 8 مسارح دول لازم يبقوا شغالين على طول السنه، ولازم يبقى في عروض. ممكن يبقى في عرض فيه نجمه من بره مع الشباب، مش وحش، يعني كله بيستفيد. انا بستفيد اني بشوف الجمهور السورياني اللي بيدفع 10 جنيه في التذكره انا محروم منه في القطاع الخاص، لان هنا في الموظف بقى والطالب والاسره الطيبه الجميله الحلوه، وعشان تذاكر بقت غاليه والمصاريف كتيره، زائد ان القطاع الخاص الاجور كمان كل حاجه عاليه. انا لما بروح المسرح القومي انا عارف ان انا هعمل اول مسرح الدوله هاخد مبلغ انا بيشبعني فنيا ان انا اقف مسرح فنان سعيد بيه. فلازم نهتم، بس يبقى فيه اهتمام بالنصوص اللي بتتقال، يبقى في لجنه قراءه مظبوطه وتطلع مؤلفين جداد، مخرجين جداد، ممثلين شباب جداد، ويطعموا بقى 1 ولا 2. ده رايي. لازم تحصل نهضه مسرحيه سريعه من خلال مسرح الدوله، عشان مسرح الدوله ده هيعوضنا عن القطاع الخاص. القطاع الخاص صعب انه يعود. هذه